اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. ما تيجوا نفرز مع بعض الكرنب بأسهل طريقة، وهنسلقه بطريقة سهلة جدا، مش هتتعبك ولا حاجة، ومن غير ما نفك ورقة ورقة كده، وهيفضل معاكي من السنة للسنة من غير ما يبوظ منك ولا يجلد ولا اي حاجة. هتيجي تطلعيه كأنك لسه شارية الكرنباية وسلقاها دلوقتي وبتشتغلي فيها. تعالوا بينا ندخل على وصفتنا النهاردة ونشوف هنعملها مع بعض ازاي، وهنقول على كل الأسرار والتكات لتفريز الكرنب. مبدئيا كده، لما تيجي تفرزي الكرنب ما تفرزيش غير الكرنب الشتوي، انما بتاع الصيف ما بيبقاش حلو خالص لو انت عينتيه، وبتبقى الورقة بتاعته تخينة ومش قد كده. تمام، فالكرنب الشتوي هو اللي بيبقى حلو جدا، والورقة بتاعته بتبقى رقيقة كده وحلوة. اول حاجه شلت كده الورق اللي هو مش حلو من بره من على الكرنبه، وبعد كده بدات اللي انا اجيب السكينه وشلت الراس بالشكل ده. شلت الراس واتبقت لسه حته ما اتشالتش كده، هلف برضو بالسكينه حواليها، هتشال معايا بكل سهوله بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. شلنا الراس كلها. تمام، هبدأ بقى بعد كده احط مية، واحط فيها معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة سكر، معلقة كبيرة كمون، وهقلب الحاجات دي في المية كويس، وبعد كده هسيب المية لحد ما تغلي معايا. بعد كده هجيب الكرنباية وهبدأ اللي انا انزل بيها كده. بننزل في الاول بالجنب اللي كان مكان الراس، تمام، علشان بتبقى الحتة دي فيها العروق، فالحتة دي بتبقى جامدة شوية عن بقية الورقة. خلاص، فحطيتها كده، ومن وقت للتاني لفيها كده، وبعدين بعد شوية ما تسيبهاش برضو تغلي في المية كتير. حاجة بسيطة خالص علشان لما تتفرز ما يتهريش منك، وتفضل كده الورقة متحملة وتعيش معاكي فترة طويلة وما تتهريش خالص. قلبتها على الجنب التاني، تمام، بدأت تغلي غلوة كده، وبعدين قلبتها على الجنب التاني اللي انا كنت حطاه في الاول. يعني شوية هنا كده وشوية هنا، وزي ما قلنا ما تطوليش عليها. بعد كده هبدأ بقى اللي انا اشيل ورقة ورقة، بتتشال بقى معاكي بكل سهولة، عن ما تشيلي الورق وهي لسه خضرة خالص، ممكن وانت بتشيلي يتقطع منك ولا حاجة. لا، هي كده سهلة جدا وبتتسلق معاكي بكل سهولة. هي الكرنباية ما جاتش كلها بيضة قوي، هي بيضة على الورقة اللي هي بتبقى الملونة دي، ابيض في لبني كده، او اخضر فاتح. اخضر فاتح مش لبني. فالورقة اللي بتبقى ملونة دي بتبقى برضو حلوة أوي وطعمها حلو. هي الكرنباية ما شاء الله حلوة يعني. فبدأت اللي أنا أعمل كده، أشيل ورقة بورقة وأقلب هنا شوية وهنا شوية لحد إيه ما بتستوي معايا وبتتسلق، وزي ما قلنا ما بنطولش عليها علشان ما تتهريش مننا. لحد ما بخلص وبطلعها في طبق جنبي فيه مية باردة وعليه شوية خل، بحطها فيها علشان توقف عملية التسوية، وكمان اللي انا بشطف الورق كمان. تمام. بعد كده ببدأ بقى اللي انا طلعته على الصينية بالشكل ده، وهبدأ بقى اللي انا اشيل العروق بالشكل ده، وبلم الورقة على بعضها وقطعيه على حسب التقطيعة اللي انت بتحبيها، بس كل ما تكون التقطيعة صغيرة تبقى صباع المحشي كده معاكي صغير وحلو، ويبقى شكله حلو كمان. فهقطع بقى كل الكمية كده لحد ما اخلصها. وممكن برضو اللي انت تجيبي الورقة كده وتتنيها على بعضها، لو هتقطعي على بلانشة ولا حاجة، وتقطعي العرق، وبعدين تلمي الورق على بعضه وتقطعيه، فاللي يريحك. وممكن تعملي كمان كذا ورقة على بعضها وتعمليهم مع بعض، فالطريقة اللي تريحك اعملي بيها. بعد كده بقى ببدأ اللي انا اقطع كده الورق اللي احنا قطعناه، بتقطعيه بقى صباع صغير كده على قد الصباع، وترصي بقى على بعضه، الابيض على بعضه، الملون على بعضه، الورقه الزرقاء على بعضها بالشكل ده، وبتسيبيه بقى في مصفى لحد ما يصفي الميه اللي فيه خالص. لو هتطولي او وراكي حاجه بتعمليها مثلا، دخليه التلاجة لحد ما تلاقيه صفى ميته خالص، وبعد كده طلعيه علشان برضو ما يبص منك. ولو في الصيف ما تسيبوش بره كتير، حطيه في التلاجة كمان على ما يصفي، وبعدين يبقى يعني لو انت يعني عامله. بس احنا زي ما قلنا بتاع الشتاء هو اللي حلو في التفريز. فحطيته بقى في المصفى كده زي ما انتوا شايفين، وسبته لحد ما تصفى خالص. هنبدأ بقى اللي احنا نعينه. هتجيبي علب بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ اللي انا احط فيها الكرنب. لو مش متوفر عندك العلب دي، تقدري اللي انت تحطي في اكياس عادي جدا، بس العلب بصراحة ما بتاخدش مكان وبتبقى لماه يعني. فهرص بقى كل الكمية بتاعتي بالشكل ده زي ما انتوا شايفين.
الكرنبايه اخدت معايا في العلبة دي كلها، يعني بتعمل حلة حلوة جدا. لو انت بقى عاملة كمية اكتر من كده طبعا هتعملي كذا علبة او كذا كيسة وتعينيها. هتقفلي بقى العلبة عليها كويس. احنا قلنا لازم نصفي المية منها علشان ما تعملش تلج ويبوظ الورق. هتقفلي عليها كويس وتحطيها في الفريزر، وهيقعد معاكي سنة كاملة، مش هيجراله اي حاجة. هتطلعيه وقت الاستعمال قبلها بشوية، يعني ساعة كده ولا حاجة علشان يفك، وبعد كده تشتغلي فيه على طول كأنك لسه جايبة الكرنب وسلقاه. ولا هتحطيه في مية سخنة ولا حاجة ولا مية باردة حتى، هو هيفك وتشتغلي فيه على طول، عمره ما هيجلد منك. واعمليه بالطريقة دي، انا بعمله على طول قسما بالله عمره ما جلد مني ولا اي حاجة ولا باظ، وبيفضل معايا من السنة للسنة وعمره ما بيغير ابدا، كأني لسه شارية الكرنب وعاملاه. فانا عايزاكم بقى تجربوا تفريز الكرنب بالطريقة دي، هتعجبكم جدا جدا بجد. من اسهل التفريزات اللي انت ممكن تعمليها. واعملي بقى الكمية اللي انت عايزاها. ايه رأيكم بقى في وصفتنا النهاردة؟ مفيش اسهل من كده. كرنب الشتوي احلى كرنب، اللي هو يتفرز فرزيه، جهزيه وطلعيه اللي هو يتحشي معاكي على طول، مش هياخد معاكي بقى وقت. وكمان للسنة كلها ولرمضان كمان، يعني هيسهل عليكي في العزومات كمان لو انتي عندك عزومة. جربوا الوصفة بتاعتي النهاردة في تفريز الكرنب، هتعجبكم جدا. لو انتوا بتفرزوه بطريقة تانية غير دي ممكن تكتبولي في التعليقات وبنتعلم من بعض. اشوفكم على خير دايما.